المباريات لا تكتسب بأسماء اللاعبين بل بتفاصيل وخطط سرية التي تطبخ خلف الأبواب المغلقة. الليلة ضد ديشان ضد لويس دي لافوينت في معركة تكتيكية لكسر العظام. كيف ستلعب فرنسا برسمها المعتاد لإيقاف سحر لاروخا؟ وما هي الثغرة الكارثية في دفاع إسبانيا والتي قد يستغلها مبابي لإنهاء المباراة مبكرا؟ أهلا بكم في الجزء التكتيكي والحاسم على إنسبور. الجزء الأول: عندما تكون الكرة مع إسبانيا، هجوم لاروخا ضد الحصن الفرنسي. تشكيلة إسبانيا 4-3-3 على الملعب. نبدأ في الحالة الأولى، الكرة في أقدام لاعبي إسبانيا. دي لافوينتي سيعتمد على رسمه المعتاد 4-3-3 لكن بأسلوب السيطرة العمودية الشرسة. الفكرة ليست الاستحواذ السلبي بل التدوير السريع للكرة حتى تصل إلى الأطراف، وتحديدا يامال ونيكو ويليامز لعزل أظهرة فرنسا في مواجهة 1 ضد 1. هنا يأتي دور الحصن الفرنسي ديشان. فرنسا ستتراجع دفاعيا برسم 4-2-3-1 بتجمع منخفض، مع تكليف مانو كوني ورابيو بتقديم المساندة المزدوجة على الأطراف لمنع يامال من الدخول لعمق الملعب وتمرير كرتها السحرية. الحالة الثانية وهي الأخطر في المباراة، لحظة فقدان إسبانيا للكرة. لاروخا تعتمد على الضغط العالي الشرس. بمجرد فقدان الكرة يضغط 3 أو 4 لاعبين لاستعادتها فورا في مناطق فرنسا، ولكن هنا تظهر الثغرة الكارثية. دفاع إسبانيا يتقدم بشكل مبالغ فيه نحو خط المنتصف، وإذا نجح خط وسط فرنسا في كسر هذا الضغط بتمريرة طولية واحدة متقنة خلف المدافعين، سنرى كيليان مبابي أو عثمان ديمبلي في سباق سرعة المنفردين تماما أمام المرمى الإسباني. هذه المساحة هي المكان المفضل لديشون لإبادة خصومه تكتيكيا. الجزء الثالث: معركة الأفكار، نقاط الضعف والقوة. فرنسا دفاع حديدا. فرنسا تمتلك دفاعا حديديا، استقبلت هدفين فقط. تحول هجومي صاعق. نقطة ضعفها التراجع المبالغ فيه. قد يمنح إسبانيا فرصة التسديد من بعيد بواسطة بيدري أو داني أولمو. إسبانيا مهارة فردية خارقة، ضغط خانق. نقطة ضعفه البطء النسبي في الارتداد الدفاعي لقلوب الدفاع عند المرتدات. باختصار، المعركة هي صراع أفكار متناقضة تماما. إسبانيا تريد الكرة، تريد السيطرة، وتثق في أن المهارة يامال وويليام ستكسر أقوى دفاع في المونديال، بينما فرنسا مستعدة لمنح إسبانيا الاستحواذ طول 90 دقيقة، منتظرة خطأ تكتيكيا واحدا في التمرير لتطلق رصاصتها المرتدة الصاعقة وتنهي الحلم الإسباني. الخطط كتبت والتكتيك رسم، ومن يرتكب خطأ واحدا الليلة سيودع أمريكا ويحزم حقائبه عائدا إلى الديار. والآن جاء دوركم يا خبراء إنسبور في التعليقات. إذا كنت مدربا لفرنسا، كيف ستوقف خطورة لامين يامال؟ وإذا كنت مدربا لإسبانيا، كيف ستحمي ظهرك من سرعة مبابي؟ شاركونا آراءكم التكتيكية واشتركوا في القناة لتكونوا أول من يشاهد تحليل ما بعد المباراة فور إطلاق صافرة النهائي. نراكم قريبا.